بس هو انا ليه دايما بصور وانا على الموتوسيكل اخر اليوم؟ انا بعمل كده لسببين. اول حاجه ان انا طول ما انا سايق وانا شغال بحب اشغل بودكاستات. فطول ما انا سايق بتجيلي افكار كتير من البودكاستات اللي انا بسمعها، فاجي اخر اليوم ابدا أنا استخدم ده في الفيديوهات بتاعتي. تاني سبب ان عموما الاعمال اليدويه بتساعد على الابداع وتدفق الافكار. يعني انت لو انت مثلا كل يوم بتنزل تمشي، طول ما انت بتتمشى او بتجري هتلاقي نفسك بتجيلك افكار كتير. انا كنت بشوف في الافلام الاجنبي ان دايما لما يكون حد عنده مشكله او حاجه زي كده، يعني كذا مره اشوف مثلا ان هم رواد الاعمال وكده، يكون بيفكر في بيزنس او عنده مشكله عاوز يحلها فينزل يتمشى او يجري عشان يحل المشكله دي. فانا لما جربت كده فعلا قبل كده كنت جربت ان انا انزل اتمشى بدري الصبح. حرفيا انت بتبقى عندك افكار، يعني فلو جامد، لدرجه ان انا ما بقتش اعرف ان انا اكتب. فبقيت اعمل ايه وانا حاطط ماسك التليفون؟ بقيت اسجل انا الافكار اللي عندي بالصوت. من الاخر كده الاعمال اليدويه بتشغل ايدك وتحرر عقلك وبتقلل التوتر.